بالقنيطرة عمر الجولاني عضو المركز الإعلامي بالقنيطرة والجولان. سيد عمر، في البداية لو تحدثنا عن تفاصيل الإنجازات التي حققها الجيش الحر في القنيطرة لهذا اليوم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعون الله تعالى تحت تسمى بدء عملية فك الطوق الأمني عن محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي، حيث قامت ألوية وكتائب الجيش الحر بضرب عدة سرايا وكتائب لقوات هذا النظام. تم من خلالها الاستيلاء على سرايا الهاون 120 و160 والكتيبة الأولى وسرية المشاة أيضا. وبعد السيطرة على هذه السرايا تقوم الألوية والكتائب الجيش الحر بالسيطرة على تل أحمر آخر التلول من معاقل هذا النظام في المنطقة الشمالية التي تعتبر بالنسبة لهذا النظام الحصن المنيع. الجيش الحر الآن يقوم بالسيطرة على دوار مدينة خان أرنبة وشعبة التجنيد ومحاصرة المخابرات الجوية في تلك المنطقة بعد تدمير دبابة على مدخل خان أرنبة من قبل لواء بسور الجولان. ترافق ذلك بقصف عنيف على مدينة خان أرنبة وجبات الخشب والرنجة. تم تدمير أكثر من منزل في تلك المنطقة وسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين في محاولات من قبل قوات النظام لاستعادة القرى والبلدات التي يسيطر عليها الجيش الحر. لم يتسنى لنا الوصول إلى أعداد الشهداء حتى هذه اللحظة بسبب المعارك الطاحنة التي تدور الآن في تلك المنطقة، وهناك أنباء عن انشقاقات واسعة الآن في جميع القطع والتشكيلات قوات النظام، وخصوصا في الحاجز المتواجد على مشارف بلدة بيت جن والحاجز المتواجد في قرية وفانيا الذي يقع على طريق خان أرنبة جبات الخشب. أيضا بلدة جبة تتعرض للقصف وخاصة على طريق انباطنا جبة ومسحة وجبة، وحظر للتجوال من ساعات المساء الأولى وحتى ساعات الصباح. لا تزال الاشتباكات مستمرة إلى الآن في كتيبة المدفعية، إضافة إلى محاصرة القطاع الشمالي كاملا من قبل الجيش الحر. استمرار الاشتباكات والمحاولات اليائسة من قبل قوات النظام للسيطرة على المدن المحررة بالتزامن مع قصف المدفعية والهاون بشكل عشوائي على منازل المدنيين. تستمر معاناة أهالي مدينة القنيطرة والنازحين إلى المدينة في ظل أوضاع إنسانية صعبة للغاية، فما يزال السكان محاصرين داخل المدينة منذ ساعات الصباح الأولى في ظل انقطاع كامل للتيار الكهربائي والخدمات الأساسية ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والمحروقات. من جانب الريف دمشق الغربي تتعرض بلدة بيت جن لقصف عنيف جدا وانضمام اللواء 68 المتواجد في الخلل الواقع بين بيت تيمة وقطنة إلى قافلة كتائب الأسد التي تقصف بلدة بيت جن بكل أشكال القذائف منذ أكثر من ساعتين، وما زالت مترافقة مع أصوات الاشتباكات والرشاشات الثقيلة تسمع في تلك المنطقة، حيث تجري اشتباكات عنيفة في محيط بلدة بيت جن بين كتائب الجيش الحر وقوات النظام. نعم، عمر الجولاني عضو المركز الإعلامي بالقنيطرة والجولان، شكرا جزيلا لك.